باذن الله بكره المنتخب هيلعب مع جنوب افريقيا. عم حسام حسن كلمتين حطهم حلقه في ودنك. حط كل لعيب في مركزه. 2 ديفندر دي انا مش بلعب البرازيل. ابوس على دماغك، حته الاهلي بيعملها ديانج مش حمدي. حمدي زي مروان، الاتنين شبه بعض. عاوز تعملها اعملها بامام، نزلوا مركز 8 جنب مروان ويشتغلها، يعرف يشتغلها كويس. انما غير كده لا. الباك الشمال ده ما شوفوش تاني يا عم، لا ده بيدافع ولا بيهاجم ولا مهاري ولا بيطلع بالكره من تحت. انت كنت منزل خط دفاع مش ما يعرف يباصي، لا ياسر ولا حسام، الاتنين مش بيعرفوا يلعبوا كوره من تحت. فبالتالي انت منزل 2 شبه بعض. الاتنين اللي شبه بعض دول يا عم حسام مش هيطلعوا لك بكوره، كل ما يضغط عليك علي جنوب افريقيا انت هتشلح في الهواء. والثلاثه اللي قدام مش بتوع لعب عالي، حط لهم على الارض صلاح ومرموش وتريزيجيه، ما بيلعبوش عالي، بيلعبوا على الارض. فاللي هيطلعهم على الارض خط الدفاع، وخط الدفاع منزل 2 ما بيعرفوش يباصوا. فبالله عليك ركز عشان هي مش ناقصه هطره. كل الفرق الكبيره عملت اداء ونتيجه، مسكت نزلت كسرت الملعب. الجزائر دغدغت السودان، السنغال على الرايق حلو، يعني الناس كلها شغاله حلو الا احنا. حتى يوم ما كسبنا زيمبابوي اللي مش على الخريطه كسبناها بطلوع الروح في الدقيقه 90، وبلادنا في القلوب محتاجه وقعدنا جرينا ورا بعض لا الدقيقه 90 ولا العذاب ده كله. هتقول لي مضيع 30 فرصه، اقول لك ما يخصنيش. المكسب الحلو مع النتيجه ده حلو على دماغي. مفيش اللعب حلو، نرجع لايه؟ لشغل الحاج مورينيو. اقفل ورا يا عم الحاج واخطف جون، وشغل هيكتور كوبر ينزل من جديد واوصل بقى. انما اوصل تاني اصعد على الحركرك، اصعد تالت اروح اقابل السنغال في اول ماتش في ال16 ولا قابل المغرب تدعوكني، لا اكمل شويه في البطوله. ما هو ده ما يرضيش ربنا، مش هطلع من فضيحه بطوله العرب لفضيحه افريقيا. فكله ده عم حسام كلمتين عشان ما نطولش، هم تحطهم في حلقه في ودنك، تنزل بتشكيله حلوه، تضغط من قدام من الاول، ما تعملش حساب لاي حد ان انت معاك اسامي كبير. جنوب افريقيا ما فيهاش نفرين نعرفهم ونعرفهم عشان بيلعبوا في القاره عندنا، انما انت معاك ناس يا عم بتلعب في افضل الانديه في اوروبا، مش عارف تعمل توليفه كويسه. واضغط يا عم وانزل افرض سيطرتك ونهاجم كلنا، قطعه واحده قدام وقطعه واحده ورا، مش الجماعه اللي قدام يهاجموا والجماعه اللي في الدفاع واقفين ورا، فتلاقي فيه جاف في نص الملعب وتبص تلاقي اي فرقه ماسكه علينا نص الملعب. فوحياه الكلب لما ينعر ده تعبني معاه، امال اقول له اخرس مش عاوز يخرس. فما تلمها يا عم حسام عشان ربنا يلمها معانا ويسترها ربنا السنه دي.